السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. سيد ونشوف الكابتن فاروق جعفر. بعدها برضو ما حصلش اي حاجه ومشيت في حالة من التفاؤل بتسود ما بين جمهور النادي الاهلي بعد اعلان التعاقد مع احمد رضا لاعب بتروجيت بيلعب في مركز 6 وبيلعب مساك، وفي كلام كمان انه بيلعب في مركز الظهير الايمن. حالة التفاؤل دي بسبب ان الصفقات الهاديه اللي مبقاش عليها كلام كتير ولا شوشره غالبا بتجيب نتيجه مع الاهلي، واقرب مثال لينا ده كان حمدي فتحي اللي محدش كان يعرفه وجه يكسر الدنيا. لكن احمد رضا هاشم لاعب بتروجيت مواليد 2000 اللي بيكمل 25 سنه في شهر فبراير 2025، اللي كتير محدش يعرفه ان هو كان بيلعب في الزمالك لحد سن 21 سنه. تم استبعاده من الزمالك بعد ما خلاص المفروض يلعب فريق اول وبعد ما كان مضى عقد. ايه التفاصيل وايه الكواليس هنعرفها مع بعض. احمد رضا هاشم انضم لفريق الزمالك وعنده 17 سنه ولعب فريق كان اسمه فريق الامل، عملوا الزمالك للمواهب الشابه، وكان بيلعبهم مع فرق في الدرجه الاولى علشان ياخدوا خبره ويشوفوا مستواهم الحقيقي. فعلا اختاروا سيد نيمار واحمد رضا عشان يلعبوا مع فريق الزمالك. ده كان كارتيرون هو اللي بيدرب الزمالك وتوقع له بمستقبل كبير وقالوا انه موهبه مهمه جدا في الكره المصريه. بعد كده اللاعب مضى عقد وقالوا له هنعرض على الكابتن حسين السيد والكابتن فاروق جعفر لجنه الكره اللي كانت ماسكه الزمالك وقتها، وبعد شويه كلموه قالوا له شكرا، شوف مصلحتك وشوف نادي تاني تلعب فيه. مش احمد رضا ومش عارف ليه الزمالك مشاه رغم انه كان متالق، وكان كل اللي ماسكين فريق الامل في الزمالك كانوا بيشيدوا بيه بيقولوا ان هو لعيب مهم ولازم ياخد فرصته مع الزمالك. راح بتروجيت لعب اساسي 4 سنين، كسر الدنيا حرفيا، متميز في احراز الاهداف، بيلعب مركز 6، بيقطع الكوره بامتياز، بيلعب كوره حلوه لقدام، قوامه متميز، لاعب ملتزم، لاعب متطور. والنهارده بيرجع الباب الكبير تاني النادي الاهلي وبيقول لنادي الزمالك انتوا الخسرانين وهنتقابل في الملعب. احمد رضا هاشم لعيب لعب في الزمالك 4 سنين صحيح، بس مش من ناشئين الزمالك، مش لاعب متربي في الزمالك، يعني خد فتره موفقش الزمالك ان هو يكمل معاه لانه لعيب مهم بالذات في المركز ده. مفيش مواهب كتير في مصر في مركز 6. بيجي الاهلي يتمنى صفقه جديده، وزي ما الناس متفائله ان يبقى حمدي فتحي تاني، نقول هنستنى نشوف ايه من احمد رضا لاعب النادي الاهلي الجديد. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.